انا عن نفسي يعني يعني انا مش بخاف قوي، بس هم طبعا كان عندهم جزء من الحق، علشان الحكايه دلوقتي بقت ممكن اي حد يطلع يقول اي حاجه في السوشيال ميديا اللي انا يطلع مش يهاجم قريب منها يعني. هو مش عارف حاجه او مش فاهم في حاجه، فبيطلع للاسف بيسخر منها ويسفهها رغم ان ده مش حقيقي. بس طبعا الجمهور هو دايما بيراهنوا من ساعه ما كانوا الثلاثي وعملوا بنات العم، يعني بنات العم ده كان اخطر من الفيلم ده، صح كده؟ وكانوا خايفين جدا، ولكن برضه بس ما كانتش السوشيال ميديا بالقوه اللي موجوده بالزبط. دلوقتي. بس مفهوم الفكره فانتازيه، يعني ما يعني هو ما هو اصلا برضه اللي موجودين على السوشيال ميديا فانتازيه برضه. كله بيتكلم بقى. ماذا الذي يصنع هذا هشام ماجد؟ لماذا هناك؟ فجأة هنلاقي هيصة. بس طبعا هم عندهم حق يخافوا طبعا، وهو كل فيلم جديد لازم احنا بنخاف حتى لو كان فيلم عادي.